ازيكم يا حلوين؟ جاهزين ندرسنا النهارده؟ لو جاهز خليك في مكان هادي وركز معايا، وتعالى هقولك المنهج بيقول ايه. لو انت ما تعرفنيش، انا مس فاطمة محمد، وهنا المنهج. النهارده هنتكلم عن زمن الماضي البسيط، وقبل اي شرح حابة اقولك طريقة تسهل عليك فهم وتطبيق اي زمن، وهي انك تفهم 5 نقاط. اولهم الاستخدام او اليوسج، بمعنى انك تفهم ليه بتستخدم الزمن ده وامتى بتستخدمه. تاني حاجة وهي التكوين في حالة الإثبات أو ال affirmative form، بمعنى لما أعوز أستخدمه أكتبه إزاي، شكله عامل إزاي. تالت حاجة النفي أو ال negative form، يعني إزاي أقول لأ في الزمن ده وهو عكس الإثبات. ورابع حاجة هو السؤال، بمعنى إزاي أسأل في الزمن ده وشكل السؤال إيه. وأخيرا الكلمات الدالة على الزمن أو الكلمات المفتاحية اللي بنسميها الكي ووردز، يعني هي الكلمات اللي لما أشوفها أتعرف على الزمن ده على طول. يلا بينا نبدأ زمن الماضي البسيط. أول نقطة في الزمن الماضي البسيط وهي الاستخدام، اليوسج. وواضح جدا من اسمه إننا هنعبر عن حدث مش في الحاضر ولا هيحصل في المستقبل، لكنه حدث بدأ وانتهى في الماضي. يعني لو تخيلنا إن ده خط الزمن، فالحدث بتاعنا هنا في الماضي عدى، بدأ وخلص خلاص. بس كده يا سيدي، كده انت عرفت ليه وامتى بتستخدم الزمن ده لما نحب نعبر عن حدث بدأ وانتهى في زمن الماضي. حدث خلص خلاص. تعال عند النقطة التانية وهي التكوين في حالة الإثبات، أو زي ما اتفقنا اسمها affirmative form. الجملة في زمن الماضي البسيط زيها زي أي جملة في اللغة الإنجليزية، بتتكون من subject و verb، يعني فاعل وفعل. هتسألني أمال فين الاختلاف بقى؟ هقولك في شكل الفعل، لأننا في زمن الماضي بنستخدم التصريف التاني للفعل مش الفعل في المصدر طبعا. عشان الفعل في زمن الماضي البسيط اللي هو past simple tense ليه شكلين، إما يكون فعل منتظم اللي بنسميه regular verb، أو فعل غير منتظم irregular verb. مش فاهم حاجة، يعني إيه الكلام ده؟ هقولك إن الفعل المنتظم سميناه منتظم أو regular عشان له شكل معين، دايما محترم ومؤدب، وبيرجع الماضي عن طريق إضافة ed أو حرف الدي بس أو IED، المهم يبقى فيه ED في آخره طبعا. بس كده بمنتهى السهولة. تعالى هديك أمثلة. verb زي clean، help، watch، visit، need. الأفعال اللي قدامك دي أفعال منتظمة بتقبل إضافة الED، فمجرد ما نحط لها الED هترجع ماضي على طول. clean معناه ينظف، لما يبقى ماضي هيبقى cleaned معناها نظفة. help يعني يساعد، هرجعها الماضي هتبقى helped، هنحط لها ed بس. watch يعني يشاهد، هنحولها للماضي عن طريق إضافة الed برضو فتبقى watched. وvisit زيهم هتبقى visited. قول كده need هتبقى عاملة ازاي؟ بالظبط needed. تعالى اديك أفعال منتظمة تانية وأقول لك ايه قصته، زي decide، use، like، produce. الأفعال دي برضو منتظمة لكن فيها تريك صغنن، وهو إنها منتهية بحرف الإي، فدي مش هحط لها إي دي علشان هي معاها الإي بتاعتها already، فكل اللي هعمله إن هضيف حرف الدي بس. فديسايد هتبقى decided ومعناها يكرر. use هتبقى used ومعناها يستخدم. like هتبقى liked. وproduce هتبقى، قولها انت. that's it، برافو عليك، هتبقى produced. يلا بينا على الجروب الأخير وهو إمتى نحط ال IED. عندي شوية أفعال زي play، study، stay، cry، carry. لو لاحظت هتلاقي إن حرف الواي في آخر الأفعال دي مشترك ما بينهم كلهم. هتقولي بس هي دي الأفعال اللي أنا هحط في آخرها IED. هقول لك مظبوط، بس لازم تركز في حاجة معينة، هي إنك تبص على الحرف اللي قبل حرف الواي،
لو لقيته حرف متحرك، والحروف المتحركة هي حرف ال A وال E وال I وال O وال U، هتعمل نفسك مش واخد بالك من أي حاجة وتحط ال ED بتاعة الزمن وتمشي. أما لو كان حرف الواي سابقه حرف ساكن، هنا هنقول لحرف الواي أنت هتسكن عندنا كتير، يلا اتفضل امشي، وهنحط بداله حرف الاي وبعد كده الاي دي بتاعت الزمن بتاعتنا. يلا نشوف. play، هنبص قبل حرف الواي هنلاقيه حرف الاي، نسأله حضرتك ساكن ولا متحرك؟ هيقولك متحرك، سيبه اعمل نفسك مش شايفه وحط اي دي في اخر الفعل وامشي، فبلاي هتبقى played. اللي بعده study، هنبص قبل حرف الواي هنلاقيه حرف الدي، وده من الحروف الساكنة مش من الحروف المتحركة. هنعمل ايه؟ هنقول لحرف الواي انت هتسكن عندنا كتير، يلا اتفضل امشي، ونحط بدال الواي اي اي دي. اللي بعده stay، هنبص على الحرف اللي قبل حرف الواي هنلاقيه اي، وده حرف متحرك، هنسيبه زي ما هو كأننا مش شايفينه ونحط اي دي ونمشي، حرام حرف متحرك. اللي بعده cry، هنبص على الحرف اللي قبل الواي هنلاقيه حرف الار، وده حرف ساكن مش متحرك، هنعمل ايه؟ excellent، هنشيل حرف الواي ونحط بداله اي اي دي، وهكذا. سهلة مش كده؟ كفاية عليك لحد كده، أشوفك الفيديو الجاي في شرح الفعل الغير المنتظم أو ال irregular verb. سلام.